تعالى أقولك على كام ميزة فيك أنت مش واخد بالك منها، لأن كتير مننا بيبقى فيه شوية مميزات بس من كتر ما هو ما بيعملها بالتعود وكل يوم ومن غير ما يركز معاها ما بيبقاش عارف إن دي ميزة حلوة قوي فيه. فتعالى وأنا هعرفك إن أنت مميز وأنت مش واخد بالك. هقولك على شوية صفات وأنت قولي لقيت نفسك في إيه فيهم. أول صفة إن أنت بتسمع كويس، ودي بجد من أهم النعم اللي ممكن تكون عندك. ان انت تكون بتعرف تسمع الناس، بيقدروا ان هم يفضفضوا لك، بتعرف تسمع من غير ما تقاطع، من غير ما تقلل من اللي قدامك، من غير ما تحكم على حد. تاني صفة ان انت بتسامح اسرع من غيرك. يمكن الناس بتشوفك طيب بس انت عارف كويس ان التسامح مش ضعف، ان التسامح قوة وشجاعة، انك ما بتسمحش ان الغل جواك يبوظ حياتك ويسود قلبك ويخليك انسان حقود او انسان مش كويس ومش مرتاح نفسيا. بس في نفس الوقت مهم جدا ان انت تكون بتعرف تحط حدود علشان الموضوع ما يتقلبش عليك، وده احنا كنا عملنا عنه فيديو قبل كده. الصفة الثالثة ان انت بتكمل رغم التعب، بتجرب وتقاوح وتقوم، ومهما وقعت وحصلت لك مشاكل بتقوم تاني وبتحاول تاني. يمكن انت تشوف ان ده عادي وتقولي يا ندى طب ما لازم يحصل كده، ما الحياة لازم تمشي. احب اقولك انه لأ، مش كل الناس بيقدروا ان الدنيا عندهم تمشي. مش كل الناس بتقدر ان لما يحصل مشكلة او فشل في علاقة، في صداقة، في المدرسة، في الشغل، يقوموا ويحاولوا ويقاوحوا ويبقى عندهم اصرار. والصفة الرابعة هي اللطافة العفوية، اللي هي ايه؟ ان انت تقول لحد كلمة حلوة من غير ما تفكر، تجبر بخاطر حد من غير اي سبب من الاسباب، او ان انت تساعد حد من غير ما يطلب. دي مش طيبة زيادة ولا حاجة عادية، دي علامة ان انت شخص لسه ضميرك صاحي، ان قلبك صافي، ان انت انسان بتحس بالناس. ورقم 5 انك بتقدر الناس اللي بتحبك. مش كل الناس عندها القدرة ان هي تقدر تعبر عن نفسها، لكن انت ممكن تكون بتعبر باهتمامك، بأفعالك، بوجودك وقت الشدة ووقت ما حد يحتاجك، حتى لو انت مش دايما فاضي او مش موجود في الطبيعي. انت بجد عندك صفات اكتر مما انت تتخيل. لو وقفت دقيقة واحدة بس وركزت مع نفسك وركزت مع صفاتك، هتكتشف ان انت تستحق كتير عن اللي انت بتديه لنفسك.